الغلطة دي يا جماعة لو عملتوها حرفيًا هتضيّعوا تعبكم وفلوسكم، لإن أغلب الناس بيقعوا في غلطة تغيير العلف، يا إما بيبدّلوا بدري جدًا وبيخسروا الوزن، أو بيأخّروا حكاية تغيير العلف دي فبتظهر مشاكل في الهضم. لكن السؤال اللي بيحيّر الكل، عند عُمر كام يوم بالضبط لازم أغيّر العلف من بادي لنامي؟ يعني إمتى بالضبط أقدر أغيّر العلف؟ النهارده بقى إحنا هنتكلّم في النقطة دي بالتفصيل، وهاقول لكم الميعاد اللي هيخلّيكم توصلوا لأعلى وزن وأقل خسارة. خلّيكم معايا كده خطوة بخطوة عشان ما تخسروش تعبكم كلّه يا جماعة في لحظة، لإن موضوع تغيير العلف ده موضوع مهم جدًا، جدًا، فخلّيكم معايا للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا سمسمة ودي قناتي خير بيوتنا مع سمسمة. خلّينا الأول نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكمان نصلّي على حبيبنا المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلّينا نقول بسم الله. أول حاجة خلّينا كده نبدأها واحدة، واحدة. قبل ما نتكلّم عن إمتى نبدِّل العلف، لازم نفهم الأول ليه أصلًا إحنا بنغيّر العلف من مرحلة لمرحلة، إيه الهدف يعني من التبديل ده؟ لو فهمتوا بقى النقطة دي هتعرفوا إيه هو التوقيت الصح، وليه التوقيت الصح ده بقى مهم جدًا، جدًا. بُصّوا يا جماعة، الكتكوت في أول أيامه بيبقى بيحتاج كده طاقة عالية، بيحتاج بروتين كبير عشان فترة النمو، لإن النمو في الفترة الأولانية دي بيكون نمو سريع. الكتكوت طبعًا إحنا النهارده بنتكلم على الفراخ البيضا، تمام؟ ف عشان النمو السريع بتاعه ده، فبيحتاج بروتين عالي، عشان كده إحنا بندّي له العلف البادي اللي هو لسه بيبتدي فيه حياته، اللي هو البروتين فيه بيوصل ل23%. خلاص، اللي هو إيه، العلف اللي هو الصغير اللي بيسموه علف سمسم. بعد كده جسمه بقى بيبتدي يتكوّن وبيبتدي يقل معدل النمو شوية، يعني ما بيبقاش سريع زي في الأول، فبنبتدي ندّي له العلف النامي اللي هو اسمه نامي علشان بياخده في مرحلة النمو، بيبقى بيحتاج بروتين فيه أقل شوية اللي هو بيبقى 21%، اللي هو عشان كده اسمه العلف النامي اللي هو تركيزه 21%. بعد كده بقى في المرحلة الأخيرة من حياته بيحتاج العلف الناهي اللي هو تركيز 19%، ده بيحتاج فيه بروتين أقل جدًا، جدًا علشان خاطر الكلى. وناس كتيرة جدًا مش بتكمّل بالعلف الناهي، بتستمر بالعلف النامي إلى نهاية عمر إيه، الفرخة. يعني كل مرحلة من مراحل العَلَف دي بيكون ليها هدف معيّن أو بتعمل حاجة معيّنة في جسم الطائر، فما ينفعش إن إحنا نأخّر أو نستعجل التبديل، لإن إحنا كده بنبوّظ في الخطوات، وبالتالي نمو الطائر بيتلخبط معانا، فبالتالي وزنه مش هيكون تمام، تمام؟ طيب نروح بقى للسؤال اللي الكل بيسأله، إمتى أبدِّل العَلَف بالضبط من مرحلة لمرحلة؟ قبل ما نجاوب بقى على السؤال ده شجعوني يالّا كده بلايك واشتراك في القناة لو أنتم مش مشتركين في القناة. خلّينا نقول إن القاعدة العامة بتقول إن التبديل، الناس طبعًا بتسأل طَب على عُمر كام، 15 يوم والّا 14 يوم والّا 16 والّا 18؟ يا جماعة لأ، يعني هو الموضوع مش خالص إنه يكون بالأيام، الموضوع بالوزن، ودي بقى على فكرة معلومة مهمة جدًا، تمام؟ يعني إيه؟ يعني مثلًا إحنا هنغيّر دلوقتي من بادي لنامي، هنغيّر إمتى من بادي لنامي؟ مش هنكون على الأيام، لأ، إحنا بالوزن، يعني هنوزن الكتكوت، لمّا الكتكوت يعدّي النُص كيلو يوصل ل600 جرام كده بالضبط، خلاص نبتدي بقى ساعتها نغيّر العلف من بادي لنامي. يعني إيه؟ يعني بالوزن. لو إحنا بقى هنشتغل بالناهي، فالناهي لمّا يوصل الكتكوت كيلو و900 جرام، فعشان كده أنا باقول لكم هو أكترية الناس مش بتكمّل بالناهي، لإن الناهي كمان بتكون سمومه كتيرة، فبنكمّل بالنامي. لكن طبعًا براحتكم، اللي عايز يعني يحط ناهي، يحط ناهي. لكن الأهم البادي لنامي، يعني اللي هي المرحلة الأولى للمرحلة التانية، أو من العلف الناعم خالص للعلف اللي هو المرحلة الوسط اللي بعده، فده لمّا الكتكوت يعدّي النُص كيلو، لازم يا جماعة يعدّي النُص كيلو، يوصل لحد ال600 جرام. بس كمان لازم ناخد بالنا من حاجة معيّنة، أو هاقول لكم بالضبط أنتم تعرفوا إزاي إذا كنتم أنتم ماشيين صح والّا لأ. لمّا تبُصّوا للفضلات، لو الفضلات فيها مَيّة زيادة عن اللزوم، ده معناها إن أنتم استعجلتوا. لو النمو بقى بطيء شوية، ده معناها إن أنتم اتأخرتوا شوية. لكن برضه في حاجات معيّنة كده إحنا لازم ناخد بالنا منها، إن أولًا تغيير العلف، الكتكوت ممكن في الأول يرفض إن هو ياكل العلف ده، وهاقول لكم نعمل إيه عشان خاطر يعني نتجنب حاجات كتيرة أوي من ضمنها إن هو ما ياكلش العلف ده في مرحلة التغيير يعني. لكن لو إحنا قلّلنا الأكل، يعني جاعوا مثلًا أو العلف كان نوعه مش كويس، فإحنا برضه هنلاقي إن النمو بتاعه بطيء، وهنلاقوا إن وزنه قَل. فدي حاجات معيّنة كده يا جماعة، يعني لازم العلف يكون من شركة كويسة، ما يبقاش علف سوقي، لازم الأكل والمَيّة يكونوا موجودين قدّامهم باستمرار، باستمرار 24 ساعة، وما نتأخّرش في موضوع التجويع ده علشان خاطر وزنهم ما يقلّش، علشان وخاصةً وقت تبديل العلف علشان نقدر نحدد بالضبط الوزن، يعني إذا كان كده بتاعهم كده مضبوط، طالما إحنا ماشيين مضبوط والّا لأ، فاهمين إزاي؟ بس. وناخد بالنا بقى إن موضوع تغيير العلف ده مش موضوع إن إحنا بنغيّر من شكارة لشكارة، يعني مش بنغيّر من بادي نروح نجيب نامي وخلاص.
لأ، هو كمان يعني ما ينفعش إن إحنا نغيّر كده مرّة واحدة، يعني مش هنشيل العلف ده ونفتح الشكارة التانية نحط العلف التاني وخلاص، لأ، لإن التغيير المفاجئ ده أو التغيير إن إحنا بنشيل ده وبنحط ده مرّة واحدة، ده بيعمل حاجات كتيرة أوي. أول حاجة إن هُم بيرفضوا تمامًا ياكلوا العلف، وبيقعدوا فترة طويلة جعانين، وده برضه هيأثّر على الوزن. تاني حاجة إنه ممكن يعمل لهم مشاكل معوية كتيرة جدًا، خلاص، والجهاز الهضمي بتاعهم بيتعب، وبرضه ده هيجيب لهم إسهال، وبرضه هيخلّي برضه الوزن بتاعهم ما يبقاش تمام، وإحنا أصلًا في الأساس إحنا عايزين نوصل بيهم يعني لوزن كبير في وقت قليل، خلاص؟ قبل ما نكمّل لو وصلتوا لحد هنا واستفدتوا ما تنسوش برضه تدوسوا على لايك واشتراك في القناة لو أنتم بتزوروا عندي القناة لأول مرّة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم إشعارات بكل فيديوهاتنا الجديدة. طيب إيه الحل بقى وإحنا بنغيّر العلف عشان اللي أنا قُلته ده ما يحصلش؟ إن إحنا بنغيّر العلف إزاي؟ إن إحنا بنخلّيه على 3 أيام، يعني إيه بنغيّره على 3 أيام؟ بالتدريج يعني يا جماعة على 3 أيام، ده هيخلّي الفراخ ياكل وفي نفس الوقت هيخلّي الجهاز الهضمي بتاعه يعني إيه، يعني يتأقلم وهُم هيتقبّلوه، هياكلوه على طول، لإن ناس كتير جدًا كانت بتشتكي إن هُم لمّا بييجوا يغيّروا العلف، الكتاكيت بترفض إنها تاكل العلف الخشن اللي هو النامي ده، فهنعمل إيه؟ أول يوم هنخلّي النسبة الكبيرة اللي هو 3/4 من العلف، يعني لو إحنا أنفاض كيلو فهنخلّي 3/4 كيلو من العلف، العلف البيضي، وهنضيف عليه ربع بس من العلف اللي هو الجديد اللي هو العلف النامي. اليوم التاني هنحط النُص والنُص بالضبط. اليوم التالت هنبتدي بقى نزوّد من العلف النامي، هنحط 75% منه أو 3/4 هو يكون العلف النامي، والعلف البيبي هو الربع بس. رابع يوم خلاص بقى هُم كده خلاص هنحط العلف بس النامي، وهُم خلاص هيكونوا كده يعني اتعوّدوا عليه وهياكلوه ما فيش فيه أي مشكلة خالص، علشان الشكوى دي تيجي كتير جدًا، إن وقت تغيير العلف الكتاكيت مش عايزة تاكل. هي طبيعي إحنا لمّا نحط لها الصغير مع الكبير هيلقّطوا من ده ويلقّطوا من ده وهتلاقيهم إن هُم كلوه ما عندهمش أي مشكلة خالص. خلاص؟ ده يا جماعة بيخلّي برضه الجهاز الهضمي بيتأقلم كده تدريجيًا من غير ما بيحصل له أي حاجة، فمش هيحصل أي مشاكل يعني إن شاء الله ولا يحصل إسهالات ولا أي حاجة، وكمان تخلّي الطائر ياكل العلف ويُقبل كده على العلف. عايزة أقول لكم كمان ما ننساش موضوع مضاد السموم، عشان الموضوع ده مهم جدًا وقت تغيير العلف، اللي هم ال3 أيام دول، ما ننساش لازم نحط لهم مضاد سموم، لإن أمّا نيجي نغيّر العلف من بادي لنامي بيكون في سموم فطرية. فبرضه ده برضه بيأثّر جدًا، جدًا على جهازهم الهضمي، وبيأثّر على الوزن بشكل كبير جدًا، يعني مضاد السموم ده لو أنتم حطيتوه كمان طول الدورة، كل كام يوم كده أو كل أسبوع تحطّوا له مضاد سموم، الموضوع ده بيفرق جدًا، جدًا في الوزن، وبيفرق جدًا في صحة وهضم يعني الكتاكيت إنها تهضم الأكل كويس، وبالتالي يطلع عليها لحم، فلازم كده من وقت للتاني نبتدي نحط مضاد سموم. بكده بيتهيأ لي أعتقد إن إحنا نكون غطينا كل حاجة بتخُص موضوع تغيير العلف، الطريقة الصح اللي إحنا نقدر يعني نغيّر بيها العلف علشان تطلّعوا كده بيها فراخ إن شاء الله وزنها كويس. يبقى خلاصة الموضوع كُلّه إن إحنا هنبدِّل على الوزن مش العُمر، كمان هنعملها بالتدريج على 3 أيام مش من مرّة واحدة، نراقب بقى كمان الكتاكيت وناخد بالنا كده من النشاط، من الشهية، من الفضلات بتاعتهم، ولمّا نضبّط كل حاجة إن شاء الله وكمان تكونوا أنتم جايبين كتّاس كويس وعلف كويس، هتلاقوا فرق كبير جدًا في النمو والتجانس، وهتلاقوا الوزن بتاعهم حاجة كويسة جدًا. أهم حاجة يا جماعة العلف يكون كويس، ما يكونش علف مركون، وما يكونش علف سوقي. وبكده نكون خلّصنا الفيديو بتاعنا، أشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو اللي جاي، دمتم بخير، ويا رب دايمًا بيوتكم مليانة بالخير.